بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا. نتمنى لكم يا رب إن شاء الله الخير. الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن الالتهاب الرحمي في الأبكار. الالتهاب الرحمي في الأبكار أو الجاموس يعني. طبعا الالتهابات الرحمية ديت مشكلة كبيرة جدا بتواجه جميع المربيين. بس قبل ما ادخل في موضوع الالتهاب الرحمي ديت، وان شاء الله هنكمل معاكم واقول لكم فيه كذا فيديو ان شاء الله في الموضوع ديت لان الموضوع طويل. هكلمكم على موضوع العجلات البقار. انتوا شايفين العجلات اللي قدامي دي عجلات بقرة وتم تلقيحها اصطناعي. في ناس بعتت لي كتير بتقول يا دكتور الدكاترة بترفض تلقح اصطناعي. لما يبقى عندي عجلة زي دي وافية وواخدة حقها، في فرق بين البلوغ وفرق بين السن القانوني للتلقيح. يعني مرات العجلة يبقى وزنها 300 كيلو وما كملتش سنة ونص. انا عندي الوزن الطبيعي، العمر الطبيعي سنة ونص، الوزن المثالي من 250 ل 300 كيلو. فانا عندي عجلة بكرية زي دي كده مثلا، مفيش مانع خالص ان انا القحها اصطناعي. لو عندك عجلة وافية واخدة حقها في الخشب وفي الجسم وفي السن، لقح اصطناعي ما تخافش. مهما جه الابن كبير صغير بتيجي معاك. عجلة زي دي وافية، شايفين انتوا المنظر، دول 5 تم تلقيحهم اصطناعي، ما عنديش اي مشكلة خالص. لكن لما يجيش مثلا عجلة بلدي كده بطلانة وهزيلة وتعبانة واروح القحها اصطناعي، ما هتموت وهي بتولد. هي دي اللي ممكن الدكتور يكون اعترض ان هو يديها تلقيح اصطناعي. لكن عندك عجلة زي كده بالمنظر ده بالجمال ده، ما لقحهاش ليه اصطناعي؟ ما هي دي بكرية والوزن الامثل من 250 ل 300. السن ايهم اقرب بقى؟ السن 18 شهر، سنه ونص. والله جت سنه ونص وما جاتش 300، خلاص ماشي لقح. جت 300 قبل السنه ونص، لقح طالما فيها خشب وفيها جسم بالمنظر ده وبالجمال ده. تمام يا اخوانا. عشان في ناس كتيره سالتني بالنسبه للتلقيح الصناعي بيخافوا يلقحوا البقره. مفيش مانع نهائي لو البكريه واخده المنظر ده، فيها خشب وفيها جسم يتحمل الولاده الجنين التلقيح الاصطناعي. وفي تلقيح اصطناعي مستورد زي ما قلنا سعره عالي فعلا، القصيبه بتعدي ب 160 جنيه. وفي تلقيح اصطناعي في الوحدات البيطريه القصيبه ب 30 جنيه. فاللي عايز يجيب من ده يجيب، اللي عايز يجيب من ده يجيب، المهم انك انت تحسن السلاله عندك. هنبدأ بقى نتكلم عن الالتهابات الرحمية والالتهاب الرحمي في الأبقار والجاموس. أسبابه إيه؟ إيه السبب اللي يخلي فيه التهابات رحمية؟ يا إما تأخر للعشار، يا إما تخلي الحيوان يصرف كتير ويرد، يطلب ويرد، بسبب ان الالتهابات دي بتاكل البذرة، بتاكل الحيوان المنوي، بتعمل تأثر عليه، ما تخليش يوصل للبويضة ويحصل اخصاب بشكل طبيعي. ده بسبب الالتهابات الرحمية. ايه السبب؟ اول حاجة طبعا ان هي بيحصل احتباس مشيمة. لو المشيمة ما نزلتش بسرعة بعد الولادة، في بهايم كده حر بعد الولادة بساعتين بالظبط يروح منزل لك المشيمة يطردها. لو حصل ان المشيمة احتبست في الحيوان لاكتر من 12 ل 24 ساعة، بيعمل بتوفر مكان لنمو البكتيريا طبعا، ويبدأ مشكلة التهابات الرحمية. لو حد مثلا ما عندوش خبرة ولا علم وراح شد المشيمة بإيده، لو حد شدها كده ومد ايده، ما عندوش خبرة، واحد مش دكتور مثلا او واحد ممارس او واحد ايا كان يعني، او صاحب الحيوان نفسه مد ايده وسحبها من غير ما يكون عنده فكر وعارف ايده بتتمد فين بالظبط، ممكن يعمل جروح ونزيف داخل الرحم. ده بيعمل التهابات رحمية. ممكن الرحم اثناء عملية الولادة ممكن يحصل جرح، برضو ايدك مش نظيفة وانت بتولد، تروح عامل جرح اثناء الولادة، الجرح ده يفضل الالتهاب موجود فيه والميكروب يتكاثر ويوصل لحد عنق الرحم ويخش قصدي لحد قناة فالوب ويأثر على المبايض، ممكن يأثر حتى على المبايض. يعني الالتهابات دي اثناء التدخل في الولادة او اصابة الحيوان بجرح داخل الرحم، كل ده بيبقى السبب من اسباب التهابات الرحمية. طبعا بعد الولادة المتعثرة بيبقى الجنين مثلا حجمه كبير او في توأم، مرات بيحصل شويه جروح كده بسيط. لو الجروح دي بره في حياه من بره، سهل انك انت تتعامل معاها بالمطهرات العاديه، البتادين، المراهم، المرطبات، الملطفات للجلد. لكن لان حاجه انت شايفها، انما المشكله جوه لازم الحيوان يتفحص بالجهاز بالسونار، بيبين لنا ان كانت بطانه الرحم دي فيها التهابات او ما فيهاش التهابات. ده كله بيحدده السونار. لان الميكروب مرات يوصل لقناه فالوب يعمل لك انسداد في قناه فالوب، مرات يوصل للمبيض يعطل لك المبيض، يقتل الحيوان خالص.
فدي حاجه اسمها التهابات الرحميه في الابقار. طبعا انا هاخدكم فيديو تاني، وهرجع من اول وجديد تاني، وهتكلم برضو على الشياع تاني، وهتكلم ان في ناس اسئله رهيبه على الشياع، وازاي اظبط عمليه الشياع، وازاي الحيوان الاخرس والبقره المجنونه. كل ده ان شاء الله هنتكلم فيه تاني. ارتفاع درجة الحرارة عرض من اعراض الالتهابات الرحمية. لو الحيوان ده ولد وبعد فترة بسيطة لقيت حرارته رفعت، وفي اكله مش قليل، اكله قصدي قليل، مفيش اكل، فقد الشهية وحرارته عالية، وبدأ اللبن بتاعه يقل، وفي بقى الهم عرض، هتلاقي فيه افرازات رحمية ريحتها وحشة. تلاقي الحياة من ورا في افرازات كده وريحتها ريحة كريهة، ممكن لونها بيبقى داكن كده اصفر او احمر، معاها كميه صديد رهيب بتبقى باينه في الحيوان من حياه من ورا كده، تلاقي كميه صديد نازله، تعرف ان دي التهابات رحميه ولازم تتدخل. طبعا الحيوان ما بيقدرش يقف كتير، تلاقي فيه عامله له جلج، وتبقى فيه مرات يحصل اسهال لان بيحصل تسمم بكتيري، لان البكتيريا دي احنا نتعامل مع الالتهابات الرحميه على ان هي التهاب بكتيري حاد طبعا. لان العلاج بقى نبدا نعالج التسمم البكتيري اللي بيحصل نتيجه الالتهابات الرحميه، فاحنا نتعامل معاها على ان هي تسمم بكتيري حاد. ندي مضاد التهابات غير استيرويدي، في مضاد التهاب استيرويدي وفي مضاد غير استيرويدي، اللي هو زي الديكساميثازون ده استيرويدي، احنا ندي حاجه زي الفينادين او الفينايلوجيكت، حاجات اللي هي مضاد التهابات. بنعلق محلول وريد، محلول ملح وريد، او جلوكوز حتى 25%، ممكن ندي لحد 2 لتر. ندي كالسيوم وريد برضو، بس نديه ببطء نقطة نقطة عشان نراقب عضلة القلب، لان ما يحصلش اي توقف، بيحصل تشوك نتيجة الكالسيوم لما يبقى سريع في الوريد. لازم ندي مضاد حيوي واسع المجال، لازم تدي حاجة طويل مفعول، تدي مضاد حيوي نظيف، شركة نظيفة كده طويل مفعول، بالذات البنسلينات بتبقى حلوة، والملوكزيكام، في حاجات كده منتجات كويسة ملوكزيكام بتجيب نتيجة كويسة جدا مع الالتهابات الرحمية. بعد كده حاجة مهمة جدا، انت ممكن تدي اوكسيتوسين، وتدي بروستاجلاندين عشان تعمل تفريغ للرحم. ندي اوكسيتوسين وندي بروستاجلاندين عشان نعمل تفريغ للرحم من الصديد اللي جوه. وبعد اسبوع 10 ايام ممكن تعمل غسيل بالمتركيور، في محجن كده اسمه المتركيور بيتحجن داخل الرحم، بيعالج الالتهابات بتاع بطانة الرحم اللي هي الالتهابات الرحمية الحادة اللي زي كده. وطبعا ممكن تكررها بعد 15 يوم تاني، تجيب محقن تاني اسمه متركيور برضو وتحقنه داخل الرحم، ده بينظف لك الرحم تمام كده. الحيوان بيبقى في حالة استعداد تام لعملية التلقيح ان شاء الله يعني. فلازم الحاجات دي ابقى الاحظ الحيوان بعد الولادة، البشيمة نزلت ولا مزلتش، بعد ما تنزل البشيمة هل في فرازات شغالة ولا لا، افتح حي الحيوان كده وابص من ورا، في جروح، في التهابات، في تقرحات نتيجة التدخل في الولادة. لازم الحاجات دي كلها انا الاحظها، عشان هي بتأثر عليا فعلا فيما بعد في حالات الشياع وحالات ان الحيوان يمسك او ما يمسكش. يا رب ان شاء الله نكون قدرت افيدكم. تحياتي لكم جميعا، وانتظروا ان شاء الله الفيديو الجاي هكلمكم برضو عن حاجات تخص الجهاز التناسلي للانثى، وازاي انك انت تحدد ان الحيوان ده مستعد للتلقيح او لا. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.